السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي كنت بصور لكم من شويه. انا بحب ان انا اهزر معاكم كده بكلام كده ويعني استظراف شويه مني. هنا ده 2 كيلو فراوله حطاهم كده على النار. معاهم هنعمل مربى فراوله اولا. معاهم كده كيس جيلي فراوله اللي هو اللوكس ده، انا بحبه طبعا من ايام زمان بتاعنا ده. كوب هنا سكر، وهنا نص او كوبايه الا ربع كده ميه. هنضيف بقى الجيلي دوت، هنركنه خالص دلوقتي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كده مج الشاي كده مليان سكر، هننزل بيه. وعندي هنا المج الا ربع كده ميه، هننزل برضو ايه بكل دوت الخليط كده على بعضه. تمام كده زي فكره الطماطم بالظبط. هنسيبها كده الفراوله تنزل ميتها والكلام ده كله، وهنشوف بكيس الجيلي هنعمل ايه. تمام كده، خليكم بقى معايا حبايب قلبي. بصوا كده اهي الفراوله ابتدت ان هي تغلي، طبعا السكر كله داب معاها، برضو الجيلي لسه ما فضيناهوش. بتاع دوت اهو، برضو ان احنا نقلب فيه كويس. والريمه دي نبتدي ان احنا نشيلها بالراحه كده، فاهمين قصدي؟ بصوا نجيب طبق بس كده عشان مش كل شويه نروح على الحوض ونشيل الريمه، فاهمين قصدي؟ هشيل الريمه دي كلها وارجع اوريها لكم حبايبي. كده خلاص اهي لميت الريمه بتاعت الفراوله، وكل ما ان انا معلقاها عملت ريمه كده. بصوا بقى واقفه بالطبق كده، والمعلقه هشيلها ايه ريمه بسيطه كده اهو. على فكره مش هرميها، هعمل بيها ماسك. من بقى ماسك كده بيخلي الخدود حمراء وجميله اهي. كده لما تلاقوها تفور منكم جامد تروحوا موطين عليها النار كده شويه اهو، بس كده. وتقلبوا فيها تقليب مستمر كده اهو، لحد بقى ما تدي قوام بقى ايه تقيل كده. بس الجيلي دوت هنشوف هنعمله ايه، لسه برضو مش هنحطه دلوقتي حبايب قلبي. كده خلاص بصوا الفراوله اولا ان انا خلاص ضربت كيس الجيلي اهو بحبه ميه صغيرين جدا جدا. تمام كده، دوبت بس السكر بتاع الجيلي. هنيجي عند المربى كده عند الفراوله. خلاص كده تمام تمام تمام. اللي مش عايز يحط كيس الجيلي دوت ما يحطهوش، انا حطاها تحمر اكتر عشان خاطر الولاد برضو تبقى كل حاجه زي بتاعت بره بالظبط. ونص الليمونه حطاها اهي، بس هناخدها ايه عصره كده بسيطه بس من غير البذر، لازم علشان البذر ما يمررش هناخد النص بس عشان الليمونه كلها كبيره. هنضربها نص ضربه بالهاند بلندر وارجع لكم تاني قلبي. خلاص كده ضربتها نص ضربه، هبتدي ان انا اطفي عليها خلاص النار كده، وانزل عليها باللي هو الجيلي اللي هو اللي احنا سيحناه كده على النار اهو. مش عايزه تاني نار على فكره، كفايه النار السخونه بتاعت الفراوله نفسها كفيله يعني ان هي ايه تدوب لي كل ده الدنيا يعني اهو. انا خليت فيها قطع عشان ولادي بيحبوا اللي هي قطع، فاهمين قصدي؟ اهو حمرها زاد اكتر اهو. كده برضو هلم برضو الريمه دي كلها وبتاع دوت، وهي عصره الليمون برضو، بس ثواني اشيل منها البذر حبايب قلبي. كده خلاص اهو شلت الريمه، ابتدي ان انا اعصر بسم الله الرحمن الرحيم نص الليمونه. كفايه عليها قوي نص ليمونه، فاهمين قصدي؟ اهو كده. وهقلبها تقليبه وخلاص. على كده هسيبها بقى تبرد خالص، وابتدي ان انا اعبيها في البطرمان. لما اعبيها في البطرمان هوريها لكم قلبي. خلاص كده المربى بصوا تقلت وجميله. بصوا تعالوا هقول لكم على حاجه تعرفوا ان هي كويسه منين. بصوا خلوها كده تنزل. بصوا كده المربى ايه يعني. بصوا اهو من نجاح كده المربى ان هي ما تلضمش على بعض. تعالوا بقى ان احنا نغرفها في البطرمانات. وهو انا بصوا ثواني بس كده، انا عندي بطرمان اللي هو في دراج برضو اهو مربى، بس انا غسلاه طبعا هعبيه وهتشوفوها بعد ما تتعب حبايب قلبي. خلاص كده مليت اهو البطرمان وسايباها. انا هفضي بطرمان تاني كان عندي في التلاجة وهعبيه. تمام كده. بصوا المربى اهي بعد ان هي ايه ما بردت اهو. بصوا اهي كده هنبعدها بس عن بعض كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بصوا اهي ما ضمتش على بعض، وطعمها تحفه وقوامها حلو قوي ان انتوا ايه تعملوه في سندوتش فينو كده، توست، اي حاجه في عيش بلدي مش هيقول لا. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، واتمنى ان انتوا اللي مش مشتركوا في القناه بالراحه تكمل. اتمنى بقى ان الفيديو بتاعي يعجبكم. معلش عشان بس الصوت والولاد.
يا حبايبي كده بصوا اهو كده المربى اول ما تجمد ان شاء الله في التلاجة هوريها لكم كمان وانا بقلي الطعميه. يعني يوم ما ان انا ما اعمل السندوتشات كده اللي هي الشعب دي هعمل لكم سندوتشات مربى، وكل اللي انا عاملاه هعمل لكم منه سندوتشات وتشوفوها. المربى كده ان هي ممكن تكون سايحه شويه علشان لسه ما جمدتش في التلاجة، محتاجه طبعا ان هي لازم تجمد في التلاجة. تمام كده. واتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم. اللي مش مشترك في القناه دلوقتي الفضل وليس امر طبعا ان انتوا تدوسوا على كلمه اشتراك عشان يوصل لكم كل اشعارات الفيديوهات اللي انا بنزلها، بس تضغطوا على كلمه الكل. واللي مشترك في القناه ما يبخلش عليا، ما فيهاش اي حاجه، مش هيعمل لكم حاجه. اللايك على فكره مش بيقعد، تحطوا لايك او حتى ديسلايك اللي مش عاجبه حتى الفيديو. بس كده اشوفكم في رعايه الله، مع السلامه.